فيجوز رفع اليدين في الدعاء لها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب. قالت: فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه ثم انصرف، فرجعت إلي بريرة فأخبرتني، فلما أصبحت سألته فقلت: يا رسول الله أين خرجت الليلة؟ قال: بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليه، يعني ليدعو له. أخرجه أحمد بإسناد حسن. لكن إن دعوت عند القبور لأهل القبور فلا تستقبل القبر حين الدعاء، لا يستقبل القبور حين الدعاء لها، بل يستقبل الكعبة، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور. والدعاء ومخ الصلاة ولبها كما هو معروف، فله حكم الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. ولا يشرع وضع الآس ونحوها من الرياحين والورود على القبور، لأنه لم يكن من فعل السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. رواه ابن بطة في الإبانة واللالكائي في السنة موقوفا بإسناد صحيح.